اهلا وسهلا بحضراتكم، وكله عادي زي غيره واللي يمشي يجي غيره. كلامي ده انا بوجهه لعيبه النادي الاهلي للحاله اللي ظهروا عليها في مباراه امس، حاله من الاستهتار اللي عمرنا ما شفناه في حياتنا. النادي الاهلي بيأدي بيه، ممكن تشوف النادي الاهلي بيلعب مش كويس، بيأدي اداء مش كويس وانت مش راضي عنه، بس بتخرج في النهايه بتقول امكانيات اللعيبه او ظروف المباراه. لكن استهتار لعيبه امبارح في المباراه ونادي بيراميدز بيستسلم للمباراه وكان ممكن يتغلب 4 و5 ويحقق النادي الاهلي اكبر هزيمه، ده سؤال لازم يفرض نفسه. بساله لعيبه النادي الاهلي، ليه حاله الاستهتار اللي كانت عندكم والغريبه واللعب على الواقف امبارح؟ ليه في مباريات بيراميدز دايما بيبقى كده؟ ليه لعبتوا بيراميدز 7 مباريات واتغلبتوا 3 واتعادلتوا في 3 وكسبتوا مباراه واحده؟ هل انتوا فاكرين ان بيراميدز ده الورقه اللي انتوا بتضغطوا بيها على النادي الاهلي علشان تجددوا العقود بتاعتكم وتحرقوا دم اللعيبه بتاعتكم؟ لا، كله عادي زي غيره في النادي الاهلي، واللي يمشي يجي غيره. الكلام ده لعلي معلول، للسوليه، لقفشه، لشريف، لرامي ربيعه، لاي لعيب فاكر نفسه ان هو يقدر يضغط على النادي الاهلي او يلوح بورقه بيراميدز للنادي الاهلي. وانا بقول لعلي معلول من دلوقتي، مش عايز تلعب للنادي الاهلي مع السلامه، لان انت من ساعه ما رجعت من الاصابه ما شفناكش لعبت مباراه اللي هي علي معلول اللي هو كان بيوقف النادي الاهلي على رجله. مش عايز تلعب يبقى صراحه وبالسلامه، زيك زي رمضان صبحي، زي عبد الله السعيد، زي احمد فتحي، وحضرتك عارف النهايه بتبقى شكلها ايه. وبقول لك اتفضل قفشه، اذا ما كنتش هتتعدل وتلعب كوره للكوره، وبلاش اللعب الخماسي ده بتاع الدورات الرمضانيه اللي انت بتلعبه وكل ما تفوق ماتش ترجع للعب ده تاني. لا، انا بقول لك مش النادي الاهلي اللي ينفع معاه اللعب ده، ولا اللعيبه اللي بالنوعيه دي. النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش غير بالمكسب وغير بالاداء الرجولي. لكن نشوف كل اللعيبه بتلعب على الواقف. يعني لو بصينا للجون الثاني اللي جه للنادي الاهلي ده، علي معلول بيبصيها من على الواقف لقفشه اللي بيلعبها بكل السيطره عشان ابراهيم عادل يضغط ويقطع وتروح لرامي ربيعه، ورامي ربيعه ما كلفش نفسه ان هو يخرجها بره الملعب. هو حد قال للعيبه النادي الاهلي ان انت لما تشتت الكوره خارج الملعب رامي التماس عيب؟ ده فاضل 3 دقايق على نهايه المباراه، بيرجعها والشناوي طبعا اتصرف اسوأ تصرف ممكن يتصرفه حارس مرمى في كوره رجع له بالشكل ده. كان اسهل حاجه ان هو يشتتها، وخصوصا باقي 3 دقايق على نهايه المباراه، ويضمن ال3 نقاط يكونوا كفيلين ان هم يكونوا سند للنادي الاهلي في اكمال مشواره نحو بطوله الدوري العام. والكلام ده مش بوجه له الشناوي بس، زي ما بنشيد بيه في حالات الاجاده لازم يتعاقب في حالات الاهمال والاستهتار اللي شفناه، وخصوصا ان هو كابتن الفريق. لما لعيبه الفريق تشوف الكابتن مستهتر ومهمل بالطريقه دي، الباقي كله كان مستهتر امبارح. قفشه ومعلول والسوليه وشريف، وكله تسابق في اضاعه الفرص السهله وفوز سهل على بيراميدز كان ممكن يخلي الاهلي على اول درجات المنافسه على الدوري العام، خصوصا ان هو قدامه مباراه مهمه زي مباراه سموحه. لو النادي الاهلي فاز فيها كان يضمن بشكل كبير ان هو ينافس على بطوله الدوري العام. انا بقول وانا بوجه كلمه لكابتن موسيماني، بقول له اكبر خطا ارتكبته امبارح هو اشراك كهربا مكان طاهر محمد طاهر اللي كان نجم المباراه والوحيد اللي انا كنت شايف ان هو عامل اللي عليه طوال المباراه. ولابد من محاسبه المقصرين حتى لا يتكرر اللي احنا شفناه ده في المباريات الهامه والحاسمه اللي ممكن تحسم بطوله. شكرا والى اللقاء.